تحديث جديد في اليوتيوب، تغيرات في صفحة المشاهدة. لو لسه التغيرات دي ما نزلتش عندك فهتلاقيها نزلت عندك التغيرات ديت. تعالى دلوقتي نشوف التغيرات اللي هي حصلت في صفحة المشاهدة وانا بشاهد فيديو، ايه اللي اتغير في صفحة المشاهدة. طبعا انا اعتبر من الناس الاوائل او اول واحد تقريبا اشرح الموضوع ده او اشرح التغيرات دي. تمام. طيب لو جينا مثلا على القناه ديت مثلا وليكن هنبدا نضغط هنا وهنجيب مثلا وليكن العلم، قناه مثلا قناه العلم والتكنولوجيا. تمام، قناه العلم والتكنولوجيا. لو ضغطنا كده طبعا القناه بتاع الباشمهندس مهني سليمان، باشمهندس ده اخويا وحبيبي طبعا. لو ضغطت كده هتبدا تظهر معايا القناه بتاعته. تمام. طيب انا هشغل فيديو من القناه بتاعته، يعني لو شغلت فيديو بالطريقه دي كده هنوقف الفيديو. طبعا هنتخطى الاعلان. دي الصفحة العادية قبل التغيرات وقبل التحديث الجديد. تمام، اللي انت الفيديو بيكون قدامك، بعد كده بتبدأ تشترك في القناة او بتعمل انضمام او بتعمل لايك او بتعمل ديسلايك او بتبدأ تكتب التعليق زي ما انتم شايفين، وبيجي لك الفيديوهات المقترحة بالشكل ده في الجنب ده. دي الطريقة القديمة او الطريقة اللي هي موجودة حاليا، ولكن التغيرات ديت هتلاحظها دلوقتي في قناتي الثانية. يعني دي كل الفيديوهات المقترحة جايه في الجنب، وهنا التعليقات زي ما انتم شايفين، وهنا زي ما قلنا اللايك والديسلايك والاشتراك والكلام ده كله. طيب هناخد نفس الفيديو ده ونروح على القناة التانية بتاعتنا عشان نلاحظ بقى التغيرات. قناتي التانية وهي قناة الجيمنج. تمام، هاجي هنا في قناتي الجيمنج وابدا احط الرابط بتاع الفيديو بتاع قناة الباشمهندس مهني، هضغط عليها كده. هتلاحظ دلوقتي التغيرات اللي هي ظهرت معايا. لو لاحظت كده يا شباب هتلاقي قناة الباشمهندس نفس الفيديو اهوت. لو نزلنا لتحت كده هتلاقي شوف الفيديوهات المقترحة جت ازاي. دي كلها فيديوهات مقترحة للمحتوى اللي انا بدور عليه او المحتوى الالعاب اللي انا طبعا عشان قناتي جيمنج فدايما ببحث على فيديوهات العاب. زي ما انتم شايفين كده يا شباب دي كلها الفيديوهات المقترحه اهي. طب لو جينا في الشكل القديم، الشكل القديم طبعا زي ما انتم شايفين الفيديوهات المقترحه جايه في الجنب اهي. تمام، ده في الشكل القديم. ده الشكل الجديد، الفيديوهات المقترحه جايه تحت الفيديو بصوره اكبر والكلام ده كله. تمام، اللايك والديسلايك والاشتراك والكلام ده كله. طيب في القناه الثانيه لو لاحظنا كده جينا هنا عند القناه هتلاقي هنا اشترك في القناة. هتقدر هنا تعمل لايك، هتقدر تعمل ديسلايك، هتبدأ تعمل مشاركة، هتبدأ تعمل تنزيل، هتبدأ تعمل تشكرات، هتبدأ تضغط على الثلاث نقاط هتحفظ الفيديو أو تعمل إبلاغ عن الفيديو مثلا. تمام، زي ما انتم شايفين كده التغيرات اللي هي الجديدة اللي هتكون ظاهرة عندك فيما بعد. هتبدأ تضغط هنا تفعل الجرس جاء على الكل يعني. تمام، هنبدأ ننزل كده هتلاقي هنا قسم التعليقات اهيت. هتبدا هنا برضو في التعليقات تعمل لايك، هتبدا تعمل ديسلايك، هتبدا تعمل رد. زي ما انتم شايفين كده الصفحه اتغيرت 180 درجه. تمام، زي ما انتم شايفين يعني ده الشكل الجديد. الفيديو من تحت الفيديوهات المقترحه بشكل اكبر. هنا قسم التعليقات اهوت مكان الفيديوهات المقترحه. يعني اليوتيوب عمل ايه؟ التعليقات كانت موجوده هنا تحت الفيديو، نقلها خد التعليقات من هنا حطها في الفيديوهات المقترحه، وجاب الفيديوهات المقترحه حطها مكان التعليقات. تمام، لو جينا هنا برضو طلعنا فوق هتلاقي هنا شال الاشتراك في القناه واللايك والديسلايك والكلام ده كله، شالوا من الفيديو هنا حطوا هنا في الفيديو. دي التغيرات وده الشكل الجديد زي ما انتم شايفين كده بالظبط. دي تغيرات صفحه المشاهده. بس انا بالنسبه لي التغيرات ديت هتكون افضل وانسب. ليه؟ لان احنا لو جينا هنا في الشكل القديم ونزلنا على الفيديوهات المقترحه، الفيديوهات المقترحه الصوره مصغره صغيره والعناوين صغيره والكلام ده كله. طب تعالى للشكل الجديد كده هتلاقي الصوره مصغره كبيره والفيديوهات ظاهره قدامك كبيره وتقدر تشوفها كويس. لو رجعنا تاني هنا تمام على الصفحه القديمه هتلاقي التعليقات هنا كانت واخده مساحه كبيره قوي. تمام، هنا طبعا لو رجعنا هنا هتلاقي التعليقات بقت واخده مساحه صغيره. تمام، بدا ايه يحط لك هنا الاشتراك في القناه واللايك والديسلايك والكلام ده كله. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو لقيت التغيرات ده عندك سيب لي كومنت اسفل الفيديو وقول لي فعلا انا القناه عندي حصلت فيها تغيرات في صفحه المشاهده. ادخل دلوقتي افتح اي فيديو وشاهد اي فيديو وشوف التغيرات ديت نزلت عندك ولا لا. تمام، وسيب لي تعليق اسفل الفيديو زي ما قلت لك كده. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.